السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. عملنا بقى ايه؟ عملنا الحلقه اللي فاتت افضل افلام الكوميديا من سنه 2000 حتى الان. عملنا الحلقه دي عن ايه؟ افضل افلام الاكشن من وجهه نظري من سنه 2000 حتى الان برضه. بس قبل ما نبتدي في الافلام كده هنقول حاجه. هي نزل الاعلان الرسمي بتاع المشروع اكس. شفنا التريلر بتاعه. التريلر بتاعه كويس، اللي هو كريم عبد العزيز خريج الاثار، كان بيدرس في كليه اثار وخريج الكليه ديت، مع اياد نصار. هم بيدوروا تقريبا على اثار وفي طفل مخطوف تقريبا او حاجه مش موجوده، ومعاه طبعا ظهر مشاهد كتير ان هم صوروا في الاهرامات ويصوروا مشاهد في البحر، حاجات غريبه كده، ويصوروا طبعا كانوا بيصوروا في ايطاليا في روما تقريبا، وظهر مشاهد لهنا الزاهد وياسمين صبري. فالفيلم شكله اكشن، فيه اكشن وحاجات كتيره وشكله كويس يعني. وكان في مشهد للقطر في الصحراء كده، ففي حاجات شكله متكلف يعني، معمول كويس جدا، فهنشوفه اللي هيحصل فيه. متحمسين للفيلم ده. ندخل في قائمة أفلام الأكشن اللي من وجهة نظري اخترت 10 أفلام. طبعا بقى ده من وجهة نظري يعني، فاستعنت بتشات جي بي تي، بس برضه هو قال بعض الأسماء، ما قالش ال10 كلهم، وكانت في حاجات غلط من ال10 اللي هم بيقولهم أصلا. فده من وجهة نظري ال10 أفلام دول أنا اللي اخترتهم، وكنت يعني متفق على 8 أفلام واختلفت في اسمين، فحطيتهم بقى، حطيت أي اسمين وخلاص. هيكتب لنا إيه رأيك في القائمة ديت، واكتب لنا قائمة افضل 10 افلام في الاكشن وجهة نظرك في الكومنتات. اول فيلم معانا هو فيلم طبعا بداية الاكشن، فيلم تيتو من بطولة احمد السقا واخراج المخرج الكبير طارق العريان. الفيلم ده برضه الاكشن بتاعه كان جديد على مصر، هو حاجات بقى العربيات اللي بتكسر والمطاردات والتصوير بكذا كاميرا، فكان حلو جدا واتعمل كويس جدا، والافلام اللي ناجحه وزادت النجاح بتاعها ما اتعرضت في التلفزيون، نزل على القنوات. طبعا فيلم تيتو نزل 2004. الفيلم اللي بعده فيلم الجزيره نزل سنه 2007. الفيلم ده برضو كسر الدنيا، من بطوله احمد السقا ومع طبعا النجم الكبير جدا محمود ياسين. وطبعا الفيلم دوت كان من اخراج المخرج الكبير شريف عرفة، وممكن تعتبر السلسله دي يعني هو هيتعمل فيه منه جزء تاني، بس انا اخترت الفيلم السلسله دي الفيلم يعني اخترت الجزء الاولاني. بس ممكن تعتبر السلسله الجزئين هما الجزئين اكشن، بس الجزء الاولاني بالنسبه لي احسن من الجزء الثاني. الفيلم اللي بعده هو فيلم ابراهيم الابيض من بطوله طبعا احمد السقا والنجم الكبير محمود عبد العزيز. الفيلم ده كان من اخراج مروان حامد ابن وحيد حامد. فيلم طبعا كان معمول اكشن، واكشن بقى مختلف، اللي هو اكشن شعبي بقى، مش بتضرب بسلاح ولا انت بتضرب باسلحه بيضاء وسنك بقى على مطاوي على سيوف على سكاكين. فكان فيلم اكشن دموي، فيلم جديد، وطبعا كان بيجيب مسلط الضوء على فئه في المجتمع بلطجيه وكده. الفيلم اللي بعده هو فيلم المصلحه. الفيلم ده انا اخترت كذا اسم، بس في الاخر قلت المصلحه. من بطوله النجمين طبعا احمد عز واحمد السقا، من اخراج المخرجه الكبيره ساندرا نشأت. طبعا ما كانش اول فيلم تعمله اكشن، عملت افلام كتيره، بس انا قلت اخترت الفيلم ده من افلامها يعني. الفيلم ده نزل سنه 2012 ونجح جدا، ونزل السينما، ونزل بعد كده في التلفزيون، كسر الدنيا. الفيلم اللي بعده سنة 2019 فيلم الممر من بطولة أحمد عز ومجموعة من النجوم. هو فيلم حربي بيتكلم عن الجيش المصري في فترة الحرب، حرب الاستنزاف والحرب اللي قبل حرب أكتوبر. وطبعا هو فيلم بيخاطب، كان بيتكلم عن الجيش المصري ضد العدو الإسرائيلي. الفيلم ده طبعا وطني، بينزل بقى في كل المناسبات الوطنية وبيتعرض، وفيلم نجح جدا في السينما ونجح في التلفزيون. الفيلم اللي بعده ومن طبعا إخراج المخرج الكبير شريف عرفة. الفيلم اللي بعده هو فيلم كازابلانكا. فيلم كازابلانكا انا اخترت برضو في الافلام ديت، فاخترت كازابلانكا في الاخر. فيلم كازابلانكا نزل في نفس السنه 2019 من بطوله امير كرارة واياد نصار وعمرو عبد الجليل وغادة عادل، من اخراج المخرج الكبير بيتر ميمي. فيلم نجح برضو وكان متصور في المغرب، والاكشن بتاعه برضو جديد وحلو، وعملوا شويه حاجات حلوه. الفيلم اللي بعده فيلم العارف لاحمد عز اللي نزل سنه 2021 من اخراج المخرج احمد علاء الدين. والفيلم ده كان بيتكلم بقى عن فكره الامن السيبراني والحاجات بقى الهاكرز وكده، وطبعا الامن بقى ازاي بيتعامل مع كده، بيتعامل مع الناس ديت. فكان فكره حلوه واتنفذت بطريقه كويسه جدا، وهي اتاخدت من بره، اتعملت بره كتير، بس احنا عملناها حلوه، فكره مصريه. الفيلم اللي بعده هو فيلم كيرة والجن اللي نزل سنه 2022 من بطولة النجمين الكبار جدا أحمد عز وكريم عبد العزيز، اللي عملوا أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية. ده من الفيلم ده من إخراج مروان حامد. الفيلم ده كان بقى فترة الإنجليز، فترة قديمة جدا، الاحتلال البريطاني لمصر. عمل كويس جدا وتنفذ حلو جدا الأكشن بتاعه، وفيلم طبعا كويس جدا ونجح وكسر الدنيا. الفيلم اللي بعده هو فيلم ولاد رزق 3 تحديدا. يعني سلسلة الأول والتاني والتالت هم أكشن، بس أنا اخترت الجزء التالت، أكشن فيه كان أكتر وأحسن،
واتعمل كويس جدا. هو اكشن يعني ايه، هو مش جديد تكسير العربيات والحاجات ديت، هو حاجات قديمه جدا اتعملت بره بقى، واحنا عملناها قبل كده، اتعملت قبل كده في تيتو، كذا فيلم مصري. طبعا اخراج المخرج الكبير طارق العريان، عمل الفيلم ده بامكانيات كبيره جدا، والفيلم ده عامل اكبر ايرادات في تاريخ السينما المصريه، 850 مليون جنيه، داخل على مليار جنيه. يعني اكبر فيلم، عمل كويس جدا وتنفذ في الرياض، في موسم الرياض في البوليفارد. الفيلم الاخير معانا هو فيلم السرب من بطولة احمد السقا ومجموعة من النجوم الكتيرة الكبار. فيلم بيتكلم عن فترة من فترات الجيش المصري ما حصل ضرب من داعش وقتلوا مجموعة من الأشخاص على شط البحر، فالجيش المصري رد عليهم في الطيران إن هو دك الأماكن بتاعتهم كلها. ففيلم برضه فيلم وطني حربي بيتعرض في المناسبات الوطنية، وفيلم نجح كويس ونزل نفس السنة 2024 نزل فيها ولاد رزق. الفيلم دوت برضه من إخراج المخرج أحمد نادر جلال. فدي من وجهة نظري الأفضل 10 أفلام بالنسبة لي عملوا أكشن. ممكن نضيف بقى فيلم المشروع إكس بس بعد ما نتفرج عليه إن شاء الله يبقى فيلم كويس جدا والاكشن بتاعه يبقى جامد، ممكن يتضاف من ضمن ال10 ونشيل فيلم او نزوده يعني على 10، بس اعتقد هيتضاف يعني، نشيل الفيلم ونحطه مكانه، يعني الاكشن بتاعه ان شاء الله هيبقى جامد، فيلم يبقى قوي جدا زي الاعلان اللي عملوه. فبس ده من وجهة نظري، واكتب لنا في الكومنتات افضل 10 افلام من وجهة نظرك اكشن من سنة 2000 حتى الان. بعد كده ان شاء الله هنبقى نعمل بقى سلسلة ايه، افلام التسعينات وافلام الثمانينات. طبعا هيبقى الزعيم هو اللي محتل معظم الافلام، عادل امام هيبقى مكسر الدنيا بالافلام دي، سواء اكشن اي حاجه كوميدي هتلاقيه محطوط. وافلام الستينات بقى والسبعينات دي مش عارف، دي هتبقى صعبه، بس نعمل التسعينات بعد كده الثمانينات ونشوفوا ايه اللي هيحصل. فلو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. عايز تتابعني على السوشيال ميديا اللينكات في الديسكريبشن. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.